بيان إلى الرأي العام باسم مجلس المرأة الكادحة في تفدم تربسبية وريفها، نوجه تحية تقدير واحترام إلى كل من حمل وما زالت تحمل راية الحرية والسلام باسم كل مرأة حرة ندية تستنكر ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات بحق المرأة من قتل وأسر واعتقال، وهذا تعبير واضح عن حقد الدافنين تجاه المرأة الحرة المدافعة عن قضيتها وعن أرضها وشعبها. إننا اليوم نضم صوتنا إلى صوت الحرية والمقاومة التي تنادي بها جميع النساء من أجل البرلمانية ليلى كوفن التي أصبحت رمزا للمرأة المناضلة التي أعطت القوة والإرادة لجميع النساء، مما جعل النظام التركي يخاف بشكل رئيسي من حركة المرأة الواعية المنظمة. سياسة الغطرسة والجبروت التي تمارسها الحكومة الأردوغانية ستحطم بصمود شعبنا وبالتحديد بصمود المرأة المقاومة أمثال ليلى كوفن التي تأبى الظلم لنفسها وغيرها، وهي تناضل وتضحي من أجل أن تعيش الشعوب الحرة، حيث كان لها دور مهم في تحقيق الوحدة الوطنية، فهي صوت الحق وصوت المرأة الحرة التي تراسل للعالم وتقول كلمة لا للظلم، لا للقمع، لا للأحكام التعسفية الباطلة بحق الأحرار. ليلى كوفن لم تحمل السلاح ولكن حملت كلمة الحرية لا تخشى أحدا لقولها المرأة الحرة لن تخاف من أي تهديد أو اعتقال، وإن نضال ليلى كوفن مستمر وهي داخل السجون. لذلك نحن نساء تربسبية بالإصرار نطالب بالإفراج على البرلمانية ليلى كوفن، لأن القرار الصادر بحقها لا أساس له وبني على أسباب وتهمشيات سياسية، وهذا يعتبر انتهاكا واضحا للحرية وحقوق الإنسان. جنجيانا آزادي جنجيانا آزادي.